السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد. اقتراح اليوم معلكة بالقرقاع كتجي لذيذة، غير برابعة ديال القرقاع غتعطينا واحد الكمية، يعني واحد التبصيل اللي لا بأس به. كتجي معلكة ولذيذة بلا زبدة بلا زيت، مقادير جد بسيطة وسهلة في التحضير، فبقوا معنا للأخير إلا بغيتو تعرفوا الطريقة وتقنية التحضير. ما تنسوش اللايك الفيديو واشتركوا في القناة إلا كنتوا كتزوروها لأول مرة، وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد وفرجة ممتعة لكم جميعا. على بركة الله. هنا عندي 250 غرام ديال القرقاع. غادي نطحنو في الهاشوار. إلا بغيتو تطحنوه يعني في أي طحانة عندكم ممكن تطحنوه. الغرض المهم هو ان ما يكونش منيل وما يكونش معجن، فنطحنوه كيجي شويه مفرز، ماشي مهرمش ولكن يبقى شويه مفرز وما مطحونش، عفوا ما محمرش. صافي نطحنوه. سبق لي وحضرت معكم هاد الحلوه بكاوكاو وباللوز، ان شاء الله غادي تلقاوهم في صندوق الوصف، يعني نفس التقنيه تقريبا. الكاوكاو اللي مختلفه شويه غتلقاوهم في صندوق الوصف ان شاء الله. ها هو من بعد ما طحناه نتوما كتشوفوا كيفاش داير، يعني مفرز ماشي معجن، هكذا بغيناه كيجي بحال داك الكسكس ولا البيض. صافي وغادي هنا غادي نزيدو عليه باقي المقادير. صراحه هاد الحليوات ساهلين والمذاق ديالهم كل وحده كيجي مختلف على الاخرى. ديال الكركاع كيجي مذاق مختلف، ديال اللوز كتجيب المذاق ديال المعلكه، وديال الكاوكاو حتى هي كتجيب المذاق ديال المعلكه الكاوكاو. كنتمنى انكم تجربوهم كاملين، صراحه كيجيو زوينين وساهلين، يعني ديرهم حتى لاخر لحظه. هنا عندي كاس لاروب ديال السكر سكر كلاصي، كاس لاروب. بيضه واحده تكون متوسطه، ما تكونش كبيره وما تكونش صغيره، باش المقادير تجيكم هي هذيك. قبيصه الملحه، وبالنسبه للسكر كيجي هو هذاك. 3 ملاعق كبيره ديال المزهر، وهنا عندي نصف ملعقه صغيره ديال الخميره الحلويات. ما تكثروش الخميره، الا كثرناها غادي تنفخ اكثر من اللازم وكتجي بحال خاويه وما تجيش معلكه. فعندنا نصف ملعقه فقط. صافي وغنعجنوا هاد العناصر هذه كما سبق قلت لكم. ما فيهاش الزبده ما فيهاش الزيت، هادو هما المقادير اللي فيها، يعني مقادير اللي جد بسيطه. بطبيعه الحال اللي بغى واحد الكميه اللي تكون اكثر من هكذا فراه ممكن تدبلوا المقادير، ديروا 250 غرام ديال الكركاع. العجينه شويه راه كتبقى كتلتصق باليد. نحاولوا ندخلوا العناصر في بعضها مزيان. نخليوها واحد ربع ساعه، فقط ربع ساعه راها كافيه. وهنا غادي نجيب مزهر، سكر كلاصي للتزيين، والكويرطات اللي غادي نحطوهم فيها. وناخذ كويرات بهذا الشكل كما كتشوفوا، يعني كويرات غير صغيورين لان مازال غادا تنفخ عندنا في الفران. حاولوا اننا ما نكبروهاش. وبطبيعه الحال الا ما بغيتوش ديروا الكويرطات فممكن ديروها على شكل غريبه العاديه، غير هي غادي تكبروا الكويرات شويه باش تجيكم وما تحطش لكم بزاف. فديروا ديك الساعه 250 غرام وديروها على شكل غريبه. صافي بنفس التقنيه، مزهر، سكر كلاصي، وتديروها في اللاطه هذه الا ما بغيتوش ديروا الكويرطات. هنا غادي نحاول انني نفندها مزيان كامله بالسكر كلاصي. وهذاك الوجه حاولوا انكم تهزوا فيه شويه ديال السكر كلاصي باش منين الحلوه طيب وتشقق يبقى عليها داك الديكور كيبقى زوين ديال السكر كلاصي في الوجه بهذا الشكل كما كتشوفوا. وهنا راه ممكن اي واحد تعطيوه، يعني الا كانوا عندكم وليدات عطاوهم يكملوها لكم. فانا راه غير بنتي راه عزيز عليها تكورها، فهي اللي خليتها كملتها، يعني انا غير بديت معكم التصوير وخليتها هي اللي كملتها. ها هي بهذا الشكل كتعطينا لاطه كما كتشوفوا.
هنا غادي ندخلها للفران درجة حرارة يعني ماشي عالية بزاف، فوق المتوسطة، ونخليوها طيب من الفوق هو الاول. مجرد ما كتبان لينا تحلات كنشعلو عليها من التحت حتى هو كطيب، وردوا البال راه دغيا كطيب صافي. كتشقق كتجي بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. فكنتمنى انكم فعلا تجربوها، صراحه سهله ما كتاخذ منكم لا وقت لا والو. وهذا هو الشكل ديالها كما كتشوفوا، راها يعني كتحل. الا درتوها على شكل غريبه فراها كتحل اكثر، لانها كتكون شويه مبسطه، يعني كتكون بسيطه كتحل اكثر وكتفقع. حاجه وحده هي ردوا معها البال، راه دغيا كطيب ما كتاخذش لينا وقت كتير. الوقت اللي تشعلوا عليها الفران يعني غادي تشوف واحد 5 ديال الدقائق، ما كملش 10 ديال الدقائق، وطلعوا عليها وديك الساعه ديروها طيب من التحت صافي. وهذا تحصلنا عليها بهذا الشكل كما كتشوفوا، كتجي معلكه وفيها واحد التقرميشه من الفوق، يعني جمع ما بين التقرميشه والتعليكه، مع كتكون غير صغيره. نتمنى فعلا انكم تجربوها، صراحه واحد الحليوه اللي بنينه، خصوصا اللي كيعجبوا المذاق ديال الكركاع. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. شكرا على حسن المتابعه، ونلقاكم في فيديو قادم ان شاء الله.